السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم نقدم لكم فطائر بالسبانخ كتجي لذيذة جدا ومطهية في الفرن من غير قلي. كيف ما كتشوفوا كنحتاجوا الى السبانخ 250 غرام، بصلة مفرومة، وكنحتاجوا الى العجين اللي اخذته جاهز من سوبر ماركت. هذا العجين للسبرينغ رولز. وممكن تجيبوا اي عجين يعني متوفر تاع السمبوسه مثلا، حتى هو ممكن توجدوه في هذه الوصفه هذه. ومن بعد كنحتاجوا الى السبانخ اللي هي منشفه من الماء، والى البصل حبه واحده، ومن بعد جبنه الفته. والان غادي نمروا الى طريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا في مقلاة كنحطوا القليل من زيت الزيتون، ومن بعد كنضيفوا البصل ونخليوه يتقلى على نار هادئه. من بعد ما تقلات البصله كنضيفوا السبانخ ونخليوها لين ما تنشف من الماء نهائيا. والان من بعد ما بدات السبانخ كنضيفوا لها جبنه الفته ونخلطوها جيدا. والآن هادي نمروا إلى تشكيل الفطيرة. فطيرة السبانخ كيف ما كتشوفوا كنضيفوا ملعقة كبيرة من الخليط إلى العجين، ومن بعد كنوضعوها على طريق مثلث ونطنطوها بهذا الشكل هذا. كنضيفوا الدقيق واللي خلطته مع الماء باش نلصقوا الحواف نتاع الفطيرة. كيف ما كتشوفوا كنطويو هاد الحواف من بعد ما كندهنوهم بالدقيق والماء، وكنصوبوها بطريقه هكا. وهذه هي الفطيره جاهزه، يعني طريقه بسيطه جدا ما كتطلبش الوقت. وكنحرصوا ان احنا نوضعوا منديل على العجين باش تحافظ على الرطوبه وما تنشفش خلال التحضير، وتكون يعني لينه في التشكيل. وكنضيفوا ملعقه كبيره مره اخرى وكنشكلوا هذا المثلث، ومن بعد كنطويوها بهذه الطريقه هذه، وكنضيفوا القليل من الدقيق والماء الى الحواف وكنطويوهم بهذا الشكل هذا. هذه هي الطريقه سهله جدا. نجربوا اخر تجربه مرة أخرى نفس الطريقة، مثلث، ومن بعد نطويوها ونوضعوا القليل من الدقيق وكنشكلوها بهذه الطريقة. وهي من بعد ما شكلنا الكمية كلها كنوضعوا الفطائر في الصحن الفرن ونوضعوا ورق الفرن كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كان يعني ننزلوا عليها القليل من الزيت بالفرشاة، تندهنوها بهذه الطريقه هذه. هذا هو اللي كيعطي القرمشه لهاد الفطائر، تجي لذيذه جدا من غير قلي، صحيه 100%. وكندخلوها الى الفرن على درجه حراره 200 درجه او على حسب الفرن اللي عندكم. وهذا هو. من بعد غادي نرجعوا الى الطريقه او الشكل النهائي. وهذه هي الشكل النهائي للفطائر السبانخ، كتجي رائعة جدا ولذيذة ومقرمشة من غير قلي ولا يعني زيت كتير أو دهون. وإن شاء الله أتمنى تجربوها وتعجبكم، وبالصحة والراحة.